اهلا وسهلا بكم احباء الرياضه ومتابعينا الكرام بملعب ال سعود، المباراه الكبيره التي تجمع بين اتحاد جده واهلي دبي. اتحاد جده المعزز بقلب الهجوم الناري زين العابدين بن علي اللي كان انتقل في الميركاتو الشتوي. معنا بن علي، شنو طموحاتك مع نادي اتحاد جده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا فهمت مدرب، انا فهمته وفهمت رئيس الجمعيه وفهمت الجميع، والجمعيه راضي يكون معدة بالثنائي واهداف في الكرتوش. انعم يجي من اضاعه الفرص، يجي حرام اتحاد جده ما يجيش حتى لقب، حرام. شكرا لك بن علي. اذا ننتقل الى تشكيله اهلي دبي المعززه بثلة من اللاعبين التونسيين. في حراسة المرمى ليلى الطرابلسي الحلاقة، والليل يا ليلاء يعاتبني على اليمين عماد الطرابلسي، ظهير أيمن قلب الدفاع وقيدوم الفريق بالحسن الطرابلسي، وصخر المطري رأس حربة عفوا. إذا رؤوف خليف لك الكلمة، تفضل. إذا هذا هو معبود الجماهير ولاعب نادي اتحاد جدة السعودي ميسي العرب زين العابدين بن علي. هذه هجمة يراوغ له الثاني وزع ومليمترية حبيبي مليمترية، وليلى تعاني الأضرار في حراسة مرمى نادي آل دبي الإماراتي. هذه مخالفة مباشرة يتقدم لها بن علي بخبرة السنوات، سدد كرة وجول. ممتاز جدا هذا الهدف، يترجم خبرة السنوات في رك مؤخرات الشعب. مش ممكن هذه الأناقة والتسديدة الممتازة. حكم المباراة يبحث على الصفارة، ربما وقعت منه لكن يتدخل أعوان الأمن ويسترجعها من عماد الطرابلسي، يقصيها الحكم. مافيا يا حبيبي مافيا. إذا أعزائي المشاهدين الكرام، يعلن الحكم الدولي التونسي عبد الله قليل عن نهاية مجريات المباراة بفوز نادي اتحاد جدة السعودي بهدف مقابل صفر. الانفاق لنجم النجوم زين العابدين بن علي الملقب بالسفاح. إذا شكرا لك زميلي رؤوف خليف. إذا ناخذ بعض التصريحات من اللاعبين. هداف المباراة زين العابدين بن علي، أول مقابلة لك مع ناديك الجديد نادي اتحاد جدة وأول هدف. انا من الاول قلت لك انا فهمتهم، انا فهمتهم. 23 سنه وانا نكور ب 11 مليون، لو 11 باش يحيروني، وخاصه الهدف اللي سجلته يا ما تريت عليه برشا، خاصه في السجون يا ما كورت بروس المعارضين، مش لازم نعددهم كلكم تعرفوهم. شكرا لك بن علي. اذا معنا مدرب المنتخب الوطني فوزي البنزرتي. اكيد سي فوزي، حاجه المنتخب الى مهاجم قناص ربما تخليك تفكر في بن علي كمهاجم للمنتخب الوطني التونسي. يا ودي انا مستحيل نجيبه، يا ودي مش محتاجين السفاح نجيبه، يا ودي يلا يسرقني في زملائه يسرقهم نيجاتيف ياسر اكثر. شكرا لكم. اذا ملتقانا بكم في مواعيد رياضيه اخرى، الى اللقاء.